السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو سبحان الله، هنا الزائرون يأتون، نحن في أحد. نعم، أين وقعت موقعة أحد؟ سبحان الله. وهذه مقبرة الشهداء، شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، حمزة وغير حمزة من الشهداء. فعندما تأتي ترى لائحات بكل اللغات أو بأكثر اللغات للزائرين. مثال ذلك سواء بالعربية. شوف، توجيه مهمة تشرع زيارة القبور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير شد الرحال إليها. ثم يقول لك شوف، التمسح بالقبور بدعة محدثة لا يجوز، وهي وسيلة من وسائل الشرك. فسبحان الله، جزا الله خيرا الدولة. هذا الذي لماذا نحب هذه الدولة؟ شوف سبحان الله، التوحيد السنة. وهذا الذي يجعل بعض الناس يبغض هذه الدولة آل سعود السعودية، لأنه يريد الشرك، يريد البدع، يريد سب الصحابة. وأنا أزيدكم كما يقول بعض الناس، يقول لك والرقص، امرأة 50 امرأة ترقص أفضل. عندما تقول هي حرام لا يجوز، طيب، لكن خير من الشرك بالله، لأن الامرأة المسلمة ترقص حتى نص عليها تعرف بأنه حرام لا يجوز، لكن أنت تفعل الشرك. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالموحد العاصي أفضل أكثر وأكثر من المشرك الذي يقوم الليل ويصوم رمضان، لأن الموحد العاصي هذا ما زال مسلم الحمد لله، أما المشرك فهذا عمله هباء منثورا. بارك الله فيكم. وصاحب السنة أفضل من صاحب البدعة ولو قام الليل. طيب، بارك الله فيكم. فلأجل ذلك بعض الناس سبحان الله في قضية التوحيد والسنة، لو رأى أناس يعبدون بقر لا يقول شيء، لكن يرى امرأة مسلمة ترقص فيديو رقص، ويبين هذا أنك جاهل بحق الله وعندك هم بحق الإنسان. حق الله أعظم من أي حق، وحق الرسول أعظم. ما هو حق الله؟ أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وحق الرسول أن تتبعه ولا تبتدع. بارك الله فيكم. فما شاء الله، شوف ما شاء الله، بعض الناس يأتي يتمسح بحجرة، يتمسح بحديدة، فجزاهم الله خير. شوف سبحان الله، توجيهات بلغات، توجيهات على موافق الكتاب والسنة. وهذه جزا الله خاصة وزارة الشؤون الإسلامية، جزاهم الله خير، وعلى رأسهم وزير عبد اللطيف آل الشيخ صاحب سنة، جزاه الله خير على هذه التوجيهات، وخادم الحرمين الشريفين بارك الله فيهم. نسأل الله أن يحفظ بلاد السعودية وجميع بلدان الإسلام.